صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل والورد والهوا والياسمين والعنبر والكمال. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. انت عامله ايدك كده ليه يا ام حوده؟ من الشمس يا ولاد، الشمس قدحه قوي النهارده. طيب انتوا كل يوم واخدانا في حته ومدوخانا معاكي يا ام حوده؟ لا والله، انا بنمشيكم معايا. اي حد في اسكندريه وبيتمنى يعيش في اسكندريه بيتمشى وبيعمل فيها حاجات جميله. فانا من اسكندريه، وانتوا في ناس معظمكم مش من اسكندريه. ما نوريكمش اسكندريه وجمالها؟ لا طبعا نوريكم اسكندريه وجمالها والعظمه اللي في اسكندريه والعظمه لله وحده. طيب صلوا بس على النبي كتير واكتبوا كومنتات كتير وحطوا لايكات كتير وكملوا معايا الفيديو حلو وتمشيه جميله. بصوا احنا رايحه فين دلوقتي؟ انا رايحه بكوس. في عروض هناك، لحقنا العروض اهلا وسهلا. ما لحقناش العروض احنا بنتمشى مع بعض بنوريكم اسكندريه وجمال اسكندريه. انا رايحه بكوس زي ما قلت لكم، فانا عارفه بكوس بس ما اناش حافظه اسامي الشوارع، تمام؟ فهنمشي مع بعض. لحقنا العروض يا مرحبا، ما لحقناش العروض ده احنا زي ما قلت لكم احنا بنتمشى مع بعض. بننزلوا كل يوم نتمشوا في حته بنوريكم اسكندريه وجمال اسكندريه. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه واكتبوا كومنتات كتير وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وربنا يشفي كل مريض ويحرر الدول العربيه وعلى راسها فلسطين الغاليه. وربنا يعزكم ويسعدكم ويهنيكم ويكفيكم شر المرض ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. كل يقول امين. بكوس كده يا ولاد، بصوا زحمه قوي. اللي من بكوس عارفين الشارع ده بيبقى زحمه ازاي. كله يعتبر فاكهه وخضار وملابس. الشارع ده برضه شارع كبير قوي في بكوس. هو اسمه شارع بكوس بصراحه، مش عارفه غير كده ان هو اسمه كده يعني. بصوا الاحذيه يا جماعه، الشارع ده كله كده عباره كله عن داخلي والانجيري. الشارع ده جميل جدا يعني، تخش فيه تاخدي فيه كل جهاز العروسه منه في بكوس شارع التراب. بكام يا ابو غزل؟ هو ايه ده اصلا؟ كشماية. طب هاتي كده. بكام يا ابو غزل بتقول لك ده؟ ايه ده كشماية بتقول؟ لكن عامة 75 والمية 10 جنيه كمان من كل واحد. 15 جنيه. محدش معاه من ابو 10 وسابوا يا ولاد. ايوه تبعي. يمكن ما خدت واحد. ما هو يمكن، ما هو لما بيقول بيعدي يعني. لو عملت معايا واجب يا ابو هنا وكمان حته يبقى الحته الثانيه ب 200. اخر حاجه 100 يعني. والله حته واحده ب 100. ايه لا انا ما انت قلت يلا تروح حاسب. ما انا عاوزه بس عشان نوري الناس اللي ورايا. يا استاذه اصبري. طيب محدش ياخد حاجه بعد اذنكم يا جدعان. بصوا شايفين الحاجه عامله ازاي؟ ده ما ينفعش. ما لسه جاي بيدعبس، لسه جاي هو اللي بيدعبس. شكله ما عجبهاش. شكله ما عجبهاش يا الله. ده الكيك يا ابو حبيبي. على الكيس على طول يعني؟ ماشي. يعني هو اصلا ما عادش خوخ؟ ميرسي ودي من العجمه كلها دي ليه؟ يا سلام. والله صالح انت حد يقول لك كلام. يعني انت البياع الوحيد اللي في بكوس هنا في قدح خوخ؟ بس معروف. يتاخد منك يا عم الحاج من ذوقك. والله يا بنتي والله واخد ثمنك. الله يا عمي، الله يرزقك الله يرزقك الله يرزقك. يلا طماطم ب5.
مشي عدى ما لحقش تصوره. انا جيت لسه داخله البيت والله، فاهمني؟ مش معنى عروض ان انت هتلاقي كل حاجه، اللي انت عايزاه هتلاقيه هتجيبيه. يعني مثلا جبت عبايه كانت عجباني وعجباني اللون، وايه يا ولاد مش بفلوس. ما العروض يعني مش بفلوس، مش معنى كده ان هي الماتيريال وحشه، لا والله الماتيريال جميله جدا جدا جدا. طيب بصوا العبايه اهي اهي بكام؟ تعالى حتى يقرب يا حوده اوريهم الماتيريال. بصوا الماتيريال جميله خالص اهي. بكام دي بقى؟ بكام الجميله دي؟ مش هنقول لكم دلوقتي. طيب جبت ايه تاني؟ برضو اللي انت بتحتاجيه بتجيبيه، مش محتاجه ما تجيبيش. دي طبعا كشاف مايوهات. طبعا انا ايه مش هنوريها لكم غير كده طبعا اهو. ده قرب ياخد على الماتيريال معلش بعد اذنك. بصوا الماتيريال جميله جدا اهو. تمام. هنقول لكم طبعا الاسعار برضو دلوقتي. بتجيبي طبعا برضو اللي انت عايزاه، مش معنى عروض يبقى انت تجيبي وفي الاخر حاجات ما انتش محتاجاها يعني. ده برضه اهو كشميو اهو. تكفينا على كده؟ لا والله ده طلعوا مش بفلوس. نجيبه ولا ما نجيبوش؟ لا والله نجيب اهو. برضه ده كشميو. وجبت ايه كمان؟ كان حوده نفسه في حاجه جبتها له، حاجه تتاكل يا ولاد. كان عاوز خوخ بقاله فتره وانا جبته وصورته معاه. طيب الحاجات دي بكام يا ام حوده؟ هنقول لكم. العبايه دي عامله 100 جنيه. 100 جنيه فلوس مش فلوس. مش معنى ان هي ب 100 جنيه تبقى الماتيريال وحشه، بالعكس والله الماتيريال جميله جدا، ما تجيش في الرسمه بتاعتها. طيب الكشميو من دولت عامل كام؟ ده عامل 10 جنيه، ده عامل 10 جنيه، وده عامل 30 جنيه. الكشميو من ده عامل 30 جنيه. 30 جنيه ما بتجيبش حاجه، ما بتجيب. طيب العبايه دي برده انا جبتها ونسيت ايه نوريها لكم. تمام. العبايه دي طبعا ما كانتش في العرض، دي ما كانتش في العرض، دي طالعه جديده. تمام. العبايه دي عامله كام يا ام حوده؟ هو صراحه قال لي 850 من هنا لهنا. طبعا انتوا عارفين ان اختكم شاطره بتحب تفاصل يعني. خدتها ب 750، نزلت 50 جنيه. حلو عشان بس طالعه جديده، بس اكيد بعد كده هترخص. بسرعه بقى. وجبت طماطم. الطماطم ديت الكيلو ب5 جنيه. كل ده نسيته في المطبخ، ده انا جالي حاله ذهول، كل ده نسيته في المطبخ. تمام. الكيلو من دي ب5 جنيه. طيب جبت ايه تاني؟ جبت البطاطس الحمراء دي جميله جدا. الكيلو وربع ب10 جنيه. جبت 2 كيلو ونص ب 20 جنيه صح؟ ب 2 كيلو ونص ب 20 جنيه. انا لو ما لوحدي كنت جبت حاجات كتيره والله. الحاجه هناك رخيصه وجميله جدا، بس اللي يشيل انا كنت لوحدي. الباميه دي انا جبت نص كيلو بس. الباميه ب 40 انا جبت نص بس ب 20. تمام. القته دي ب 10 جنيه بس مسكره جدا 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 جدا. بصوا عسل. جبت 2 كيلو ب 20 جنيه. الحاجات في بكوس يا جماعه بتبقى حنينه شويه ورخيصه شويه. طيب جبت الليمون ده. الليمون انا عندي ليمون بس لقيته قدامي قلت نجيب نص ما يخسرش. الكيلو ب 10 جبت نص ب5. الفلفل الكيلو ب5. انا عندي برضو وجبت كيلو بس اهو. كل حاجه لسه بربطتها والله. يعتبر انا لسه داخله من بره يعني. بصوا انا ختمت معاكم الفيديو بس رجعت فتحت تاني عشان اوريكم الحاجات اللي انا جايباها دي، حتى من كتر الحاجه ما هي في الكيس معرقه مش سخونيه. طيب